الجلاش من الحاجات الحلوة والخفيفة اللي كلنا بنحبها جدا. النهاردة هعمل معاكم طريقة جديدة وسهلة للجلاش. جلاش في دقيقتين. أيوة، في دقيقتين. يلا بينا نشوف الطريقة. هنا أنا معايا لفة من الجلاش بتكون عبارة عن نص كيلو. زي ما هي كده هرصها في الصينية بتاعتي. أنا هنا الصينية بتاعتي كانت أصغر شوية من حجم الجلاش، فهشيل منها الزيادة. لو انتي الصينية بتاعتك اخدت الجلاش كله فانتي كده تمام، ما تشيليش منه حاجة. هبدأ معاكم بتقطيع الجلاش. هوريكم طريقة مش تقليدية للتقطيع بتاع الجلاش، وانتي طبعا براحتك تقدري تقطعيه بالطريقة اللي حباها. لو حابة تعرفي معايا الطريقة، فانا هنا عملت 3 خطوط في نص الصينية، وقلبت الصينية بالورب وعملت فيها خط بطول لاخر الصينية. طبعا بالراحة وانتوا بتقطعوا الجلاش عشان ما يبص معاكم. جيت من فوق على المربع التاني، ومن الطرف كده عملت فيه خط برضو بالطول لاخر الصينية، وكذلك المربع اللي تحته، ونفس الكلام هعمله في النص التاني بتاع الصينية. هنزل عليه بزبدة سايحة، حطه خصوصا في الفواصل بتاعة الجلاش، وهقلب الصينية بايديا كده يمين وشمال علشان الزبدة تدخل جوه الجلاش تمام، وهسيبها لمدة دقيقة عشان اتأكد ان الجلاش شرب كل الزبدة بتاعتنا، وهدخلها الفرن. هنا السيرب بتاعنا انا كنت محضراه قبل صينية الجلاش. هو عبارة عن كوباية من السكر، عليه كوباية الا ربع من المية، وعصرة ليمونة وفانيليا. هنزل عليهم ب3/4 كوباية من اللبن الساقع، وهقلب كويس لغاية ما يتغير القوام واللون بتاعه. كده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة، وهنزل عليها بالسيرب بتاعنا اشربها كلها، وهسيبها برضو دقيقة كده عشان اطمن ان الجلاش شرب السيرب بتاعنا وبقى تمام. وبكده بقى جاهز عندي احلى واخف واسهل صينية جلاش حرفيا. ما تنسوش تقولوا لنا ايه رأيكم في الجلاش بتاعنا النهاردة، وكالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير. باي.